السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم معنا في قناتكم قناة عين على العالم، والتي تأتيكم بكل ما هو جديد. متابعينا الأعزاء، مشاهدينا الأوفياء، اليوم جئناكم بهذا الفيديو للحديث فيه عن تحديد مبلغ الشطر الأول لسكنات عدن 3. وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية تحديد مبلغ الشطر الأول لسكنات عدن 3 ب 343 ألف دينار جزائري بالنسبة للسكنات المكونة من 3 غرف، و 431,500 دينار جزائري بالنسبة للسكنات المكونة من 4 غرف. خوتي، يعني في المبلغ اللي سكنات عدن 3 كما نقولوا السكنات المكونة من 3 غرف، الأف 3 حدوها ب 343 ألف دينار جزائري، يعني ب 34 مليون و300 ألف. والسكنات اللي متكونة من 4 غرف، الأف 4 حدوها ب 431,500 دينار جزائري، يعني 43 مليون و150 ألف. فهمتوا خاطري؟ يعني الأف 3 ب 34 مليون و300 ألف، والأف 4 ب 43 مليون و150 ألف. ثانيا، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، قررت وزارة السكن عن طريق وكالة عدن السماح للمسجلين في عدن 3 بدفع الشطر الأول على مرحلتين. يعني الشطر الأول هذا تخلصوا على يعني مرحلتين. دفع قيمة الشطر الأول تكون مقسمة على مرحلتين لفترة مقدرة ب3 أشهر. يعني الأشطر هذو في زوج تخلصهم في المدة تاع 3 شهور. فهمتوا خاوتي؟ يعني كلش أباي. فهمتوا خاوتي؟ يعني خاوتي، الأف 3 ب 34 مليون و300 ألف، الأف 4 ب 43 مليون و150 ألف. هادوك تخلصهم في الشطر الأول، تخلصوا في على دفعتين في مدة 3 شهور. يعني المدة نتاعها في 3 شهور تخلص المبلغ هذا على مرحلتين. فهمتوا خوتي؟ إخواني أخواتي، كاين اللي يقول لي في التعليقات باللي الموضوع هذا لا يخص متقاعدي الجيش والعسكريين وما على باليش. أخوتي، هذا الفيديو راه يخص ثاني متقاعدي الجيش والعسكريين، على خاطر هما ثاني راهم مركاو في عدن. فهمتوا خاوتي؟ ما عندهمش صيغه كما وزاره الدفاع. العام هذا ما دارش صيغه وحدها تاع فيما يخص السكنات، راهم كامل في معهد. فهمتوا خاوتي؟ السما خاوتي، الفيديو هذا راه يخص كذلك متقاعدي الجيش والعسكريون الذين ما زالوا يزاولون مهامهم داخل الوحدات. يعني راه يخص متقاعدي الجيش والعسكر، الناس اللي خدامه، ماشي غير العسكر، وزاره الدفاع كما راها. فهمتوا خاوتي؟ ماذا خاوتي؟ هذيك التعليقات السلبيه ما كان لا. فهمتوها؟ باسكو حنا ندير لكم حاجه كما يقول لك صحيحه ونظيفه وبكل بساطه. فهمتوا خاوتي؟ الاعزاء، مشاهدينا الاوفياء، لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيه، ولتساؤلاتكم اكتبوا في التعليقات ونحن نجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.